كل ما برجع من الصيف بحس ان بشرتي متبهدله. نمره واحد، لازم نبقى حاطين في دماغنا حته ان الميه بتاعه البحر دي ميه مالحه، سواء كان حتى في الميه اللي احنا بنغسل فيها وشنا، حتى لو هي متحله او واتس ايفر، بيبقى برده الميه بيبقى فيها نسبه معادن وحاجات كده، فاوريدي بتنشف. الترطيب بتاعي بيكون لازم يكون اعلى كتير، سواء كان بالمرطبات سواء كان بالصابون، نوع الصابون اللي احنا بنستخدمه. لازم اكون بشرب ميه كويس قوي. نمره اتنين، طبعا واقي الشمس والحاجات اللي مهمه جدا ان احنا نبقى مهتم بيها، ونوعه والووتر ريزيستنت والكلام ده. والاهم من كل ده، الناس بقى اللي بتحب تاكل جندوفلي وناكل حاجات فيها ليمون على البحر، حته التانينج اويلز اللي ناس كتير برضو بيكون من ضمنها حاجات كتير فيها ليمون، وفيها حاجات فيها اسكوربيك اسيدز وحاجات عشان تساعد على الاسمرار، برضو بتؤدي لتسببات كتيره جدا في الجلد. ده غير طبعا الدامج اللي هي بتؤدي له، وغير طبعا الحروق اللي كلكم بترجعوا لي بيها وتقولوا لي الحقيقه احنا اتبهدلنا. في ناس بتقولي انا بشرتي بتتاكسد او بحس ان لوني ما بقاش حلو، وانا بحط السان سكرين كمان وببقى مهتمه بالحته دي وبقعد في الشيد. الناس تبقى متخيله انها قاعده تحت الشمسيه او تحت الامبريلا ان انا كده مش واصل لي الشمس. انعكاس الشمس من على الرمل ممكن يجي لك كانك اصلا قاعده في الشمس اكتر من اي حد قاعد اوريدي دايركتلي نفسه للشمس. انا من الناس اللي بشرتي اوريدي التسبغات بتاعتها بتكون عاليه، ان انا اهتم بالليل ان انا ابقى معايا حاجه فيها كريم سيكا او حاجه للبارير بتاعي، عشان خاطر ترجع لي البارير بتاعي او حاجز البشره بتاعي يرجع زي ما كان. والاهم من كل ده انه تاخدوا بالكم من نوع الصابون، نوع اكلكم، نوع شربكم، واخد بالي من الحته بتاعت حوالين بقي بس.